عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهاردة طريقة مختلفة للبطاطس، وهي البطاطس الويدكس اللي بتتقدم في المطاعم. تقدروا تضيفوها جنب اي اكلة انتوا بتحبوها، تغيير كبديل للبطاطس المحمرة. كفاية بقى بطاطس محمرة، ونعمل بقى بطاطس مختلفة بدون سلق ولا تحمير. هنعملها في خطوة واحدة، سهلة وبسيطة جدا، مفيش أبسط ولا أسهل من كده. وزي ما عودتكم قبل ما نبدأ أي فيديو، لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة أو سبسكرايب، وتعملوا كمان لايك وشير للفيديو. كان طعمها بجد خطير جدا، متماسكة من بره ومستوية من جوه، وتتبيلتها كانت مميزة جدا. أول حاجة هنستخدم حبتين من البطاطس، هغسلهم كويس بالمية، وكمان هحكها حكة بسيطة كده بالسكينة، يدوبك بطرف السكينة عشان لو فيها أي شوائب أو أي حاجة مش نظيفة. بعد كده هنقطعها، أقسمها على نصين بالشكل ده. هقطعها بقى القطع متساوية، تكون سميكة شوية، بس مش السمك اللي هو يخليها ما تستويش، يعني سمكها يكون متوسط، تخينة شوية عن البطاطس المحمرة اللي احنا بنقطعها. هنقطعها بقى بالشكل ده، هقسمها لنصين وهقطعها القطع سميكة زي ما وريتها لكم. تمام، دي كانت كل الكمية وده السمك بتاعها. بعد كده هغسلها كويس بالمية وهصفيها من المية بتاعتها. بعد كده هنحضر البهارات اللي هنستخدمها. عندنا معلقة صغيرة من كل حاجة، معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر، ومعلقة صغيرة زعتر، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وكمان بابريكا. هنحط معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، دول فصين ثوم مفرومين، معلقة كبيرة زيت. هقلب بقى البهارات دي مع بعض كلها. مش قادرة اقول لكم ريحة التوابل دي، الميكس ده بجد، المزيج ده كان خطير، الريحة بتاعته كانت حلوة جدا. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض كده، وهنزل بقى بقطع البطاطس اللي قطعناها، اتصفت كويس من المية. وبعد كده هحطها في التتبيلة عشان تتشرب من التتبيلة كويس. لبست بقى جلافز كده عشان اقلبها كويس. هدمج بقى التوابل دي كلها، التتبيلة الخطيرة دي هدمجها كويس مع البطاطس لحد ما كلها تتشرب من نفس التتبيلة. ريحتها بجد حلوة قوي. تمام، شايفين؟ خلاص كده احنا دمجنا التتبيلة مع البطاطس بالشكل ده. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنحط فيها البطاطس، حطيت فيها معلقة كبيرة من الزيت، وهدهنها كده في جميع الجوانب بتاعة الصينية. وبعد كده هنزل بالبطاطس، ولو في تتبيلة اتبقت هنزلها برضو، وهساوي بقى البطاطس كده، هفردها بقى في الصينية كلها. خلاص تمام، وكل بطاطساية خلاص بقى عليها التتبيلة. هسويها بقى بالشكل ده. وبعد كده هنحضر ورق فويل، هنجيب ورق فويل عشان نغطي بيه الصينية. تمام، هغطيها بقى، هلفها كده من جميع الجوانب. وبعد كده الفرن طبعا بتاعنا شغال من اول ما نبدأ على فرن سخن بقى. هدخلها لمدة نص ساعة، الرف اللي في الوسط على درجة حرارة 200. تمام، الفرن سخن مسبقا، احنا مشغلينه من الاول. هدخلها لمدة نص ساعة، وبعد كده هرفع الفويل، الورق الفويل، وهفتح الشواية لمدة ربع ساعة. هتطلع معانا بالشكل الجبار ده. شايفين الجمال؟ بجد طعمها كان لذيذ جدا، وطريقتها مفيش اسهل من كده، سهلة وبسيطة، وفي خطوة واحدة خلصنا كل الموضوع. ما استخدمناش ولا سلق ولا تحمير ولا اي حاجة خالص. هحط بقى عليها كده رشة من البقدونس بالشكل ده. طعمها بجد لذيذ لذاذة، طعمها كان حلو جدا، متماسكة من بره ومستوية من جوه، والتتبيلة كانت مميزة جدا، طعم وريحة مش قادرة اوصفه غير بقى لما انتوا تجربوها. شايفينها؟ تحفة بجد، طعمها لذيذ جدا. وشايفين؟ بأكد لكم المعلومة ان هي مستوية من جوه.
رغم ان احنا مقطعينها قطع سميكة شوية، بس احنا مسويينها تسوية صحيحة. هستناكم بقى تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.